حق موضوعنا اللي مرحبا يخلص. ايش راح تقول حق عيالك لما يكبرون؟ الحين اقول راح اقول لهم اني مهندس، بس رفضت اني اكمل في العبودية الحديثة مالت الوظيفة. راح اقول لهم اني تحررت من عبودية الوظيفة والبصمة والدوام ومدير فوق، واسست 3 شركات والرابعة بالطريق ان شاء الله. راح اقول لهم اني استثمرت بنفسي وبوقتي ومجهودي وفلوسي، واشتغلت بمشاريع وخاطرت عشان هم يعيشون حياة كريمة. راح اقول لهم اني ما رضيت بالحياة الاعتيادية مالت الوظيفة، وخاطرت عشان احقق كل احلامهم. ما راح اقصر عليهم بشيء، ولا راح اخلي بخاطرهم شيء. فيكم شيء؟ لا، موضوع ثاني. السؤال انت ايش بتقول حق عيالك؟ انا اوفر عليك واقول لك. راح تقول حق عيالك انك تقوم الصبح توقف زحمة الخط سريع، بطنك يعورك لانك متأخر على البصمة ومحاتي تأخير لان خلصت استئذانات. راح تقول حق عيالك انك تداوم، بس فعليا ما تسوي شيء. تقرا جرايد، تشوف سناباتي، تاكل فلافل بطاط، وانت قاعد تاكل صمونة الفلافل البطاط او الحلوم وتشوف سناباتي قاعد تحلطم وقتها وتقول شلون هذا كذي وصل واحنا قاعدين. وينتهي الدوام وانت ما سويت شيء غير حش وغيبة وسنابات واكل. ترجع البيت، التغدى غالبا مكبوس دياي او مكبوس لحم، تكسر فنيلة، تطقلك لبن وتنام. بعدين تقعد من النوم تروح الديوانية، تقعد مع ربعك تلعب جنجفة، بلاي ستيشن، تشوفون سناباتي مرة ثانية. بعدين ترجع البيت تنام، ونفس الشيء تكرر. الدولاب مال الفار هذا اللي بالمختبر. شنو قدمت حق المجتمع؟ ولا شيء. شنو قدمت حق أسرتك غير راتبك المنتف؟ ولا شيء. وقول حق عيالك كنت تبطل الحاسبة بتليفونك وتحسب راتبك 1000 وتخصم التزاماتك يصفالك 150 كل شهر. شنو خشيت حق عيالك؟ ولا شيء. شنو الاستثمار اللي سويته؟ ولا شيء. شنو المشروع اللي سويته؟ ولا شيء. شنو علمتهم؟ ولا شيء.